عم كركبة يا ست سمية. وأنا شو دخلني؟ لا هالمرة دخلك. ليش بقى؟ الاضطرابات والمظاهرات كتراني، وهذا الشيء مضايق الحكومة، ويمكن يصير في حظر تجول. شلون؟ مثل ما عمل لك، مو يمكن، أكيد في حظر تجول، بس يستر على عرضك لتجيبي سيرة لحدا. هذا الموضوع خليه بيناتنا. ها وليه؟ إذا أعلنوا حظر التجول يعني وقف الشغل. لك شو عمل لك أنا لك؟ إجت شو هي؟ فرصتنا، ما فهمت. الفرصة اللي عم نستناها مشان عبد الله. شلون؟ شبك شتاوي؟ بحظر التجول كل شي بصير. ايوه 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 ايوه، مزبوط. بحظر التجول بيصير كل شيء. خزيت العين حولها وحواليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عيونك تشوف زينب يا حمدا، الكتارة على النسوان فيها، والشاطرة اللي بدها تلحمس على شعراتها. الله يبعث لها ايام حلوه. امين يا رب. ما قلت لي شو رايك؟ بشو؟ يعني عم اقول لحالي هلا شو بدنا نساوي بزينب بعدين؟ معقول نقعدها بالبيت؟ لكن شو؟ في عندك فكره ثانيه؟ ايه والله يا حمدا، عم اقول انه نبعتها على المدرسة وتاخذ البروفي. شو؟ زينب تروح على المدرسه؟ بنت الحج حمدان تروح على المدرسه؟ وتقعد مع بنات ما بنعرف قرأت ابوهم منين؟ وتتعلم حكي الفرنساوي الكافر؟ وتتعلم تاريخ الفرنساوي؟ اوعك تحكي معي بهالموضوع مره ثانيه. خلص خلص طول بالك، بس كل قصدي كان اني خلاص، من بكره تبعتيها عند الخياطه، على القليله بتتعلم شغله بتفيدها لما تتجوز. خياطة؟ ايه خياطه، او خليها تتعلم التطريز. لا دخيلك، كله الا التطريز. الله يرحمك يا خالتي يا خان. ليك؟ ليش ضروري يصير فيها مثل ما صار بخالدية الله يرحمها؟ شو دخل هي بهي؟ خولة، اوعي تنسيني. مو يعني اذا لقيتي حبابك تنسي اصحابك؟ إيه لا، شو نحن رايحين لاخر الدنيا؟ لك ليك زحلة كلها 10 ايام وبعدين بتلاقونا بوشكم. لك بعيوننا. روحوا الله يسعدكم ويهنيكم. يلا بنتي يلا، خدي جوزك وتيسروا الله ييسر لكم. يلا الله معكم. خاطرك انتبهي على حالك حبيبتي. وانت كمان خاطرك الله معك، ديري بالك على حالك. يلا بخاطركم. خاطرك يا عمو. الله معك يا عمو، ادعي لنا الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. خاطرك يا عمو. الله يرضى عليك. يلا سكر بسرعة يا أخي. شو لساتك فاتح؟ تلعب على الناس، شو ما سمعت؟ خير شو في؟ لك شو في؟ نشرناها بالجرايد وحطيناها بالراديو مشان تسمعوا، بالاخير بتقلي شو في؟ لك طيب شو في؟ ماني فهمان، الله وكيلك ما سمعت شيء. لك حظر تجول، شلون ما سمعت؟ حظر التجول يعني بتسكروا محلاتكم وبتنقلعوا على بيوتكم وبتستنوا هنيك. حظر تجول؟ لإمتى؟ لك عم تسألني كمان؟ مو شغلك يا اخي، يلا عليك حالك. شو؟ شو ابو عمر؟ ما بدك تتغدى؟ لا. شو لا؟ صرنا مسخنين الاكل 3 4 مرات. هذا قال لك سخني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واذا حظر التجول؟ لك على القليلة كسبنا شوفتك، لك صرت تقعد معنا. والله يا حسيبة كسر خاطري هالشتاوي الكلب. لو تشوفيه هو عم يرفص البضاعة ويسب ويلعن كأنه واحد من جبارين العالم، وهو شفت كلب. استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. بعدين لو تشوفي منير وابو سعيد وابو يوسف وابو محمد، يا الله شو صار لهالعالم؟ العمى ما عاد واحد قادر يقول لا لشقفة كلب. استغفر الله العلي العظيم. بتعرفي يمكن صياح كان معه حق. يمكن. حضر لك الغدا. ماشي.
شو القصة سيدنا؟ رايحين جايين بهالحارة هيك كأنه ما في غيرها بالبلد. وصلتني إخبارية إنه في مجموعة من المتمردين اليوم رح يتحركوا من هون مشان يعملوا عملية تخريبية كبيرة. لا إذا هيك معك حق سيدنا، معك حق. تحركوا تحركوا. يلا شباب يلا. أبو محمد سعيد شو عم تعمل؟ بدي اخذهم على الامين، خليهم يلحقوا يستووا. ما بصير تاخذهم على الأمين، في حظر تجول برا. لك ليك بالحمام قريب. مشان الله يا أبو محمد سعيد، الله يوفقك لتروح. ولك شلون ما اروح؟ شلون؟ إذا الأميني ما رح يجي ياخذ الفولاد، شو بساوي أنا؟ أنا شغلتي فوال ولازم طعم الناس. شو دخلني بالسياسة وحصر البطيخ؟ أبو محمد سعيد رجع، مشان الله رجع. فوتي انضبي وليه؟ ما رح فوت لحتى ترجع. شو بالظاهر بدنك عم يحكيك؟ ايه بدني عم يحكني. الله يخليك، تعال تعال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي يا ربي، نحن شو دخلنا؟ نحن دكنجية على باب الله، بدنا نعيش. لا بدنا حكم ولا حكومة، يعينوا رئيس وزارة مثل ما بدهم. لما قالوا لي على الإضراب قلت لهم ايه، بس قصدي أنا ما دخلني. يا ربي تفضلي، هي حبسونا بالبيت وحرمونا من صلاة الجامع. بس لإمتى؟ بيرضيك هالشي يا ربي؟ بيرضيك هالشي؟ حمدي، نعم سيدي. أنا واصل مشوار صغير، خليك هون أنت والشباب. لحالك؟ لحالي. إيه بخاف عليك أنا. ومن شو بدك تخاف علي؟ شو بدي أخاف عليك؟ يعني الواحد لازم ياخذ حذره، الدنيا كلها حظر تجول. يا خليني نروح معك ياخذ 2 عسكر. حمدي، شو أنت أجدب ولا عم تجدبها؟ ليش؟ أنا واعد سمية. لا إذا هيك الله يستر لك، مع السلامة. يلا فتح عينك على راسي. سلم. شو رح تعمل؟ لك هذا الأميم جاي ياخذ الفولاد. شلون جاي ياخذ الفولاد؟ مو في حظر تجول؟ لك أنت شو بدك بهالشغلة؟ طبي ونامي، باب رزقه بده يعيش. مين؟ افتح أبو محمد سعيد، افتح. خير؟ امشي معي. أبو محمد سعيد؟ عبد الله؟ يا أبو محمد سعيد؟
شرطة! واقف عندك! واقف عندك! حصل تجول ولك! حاولي جواب. شو معلم؟ يخرب بيته متمرد. قطع لي نفسي ولا لاحقه. لك ما كان باين عليه يخرب بيته. كان عند سمية؟ لك شو سمية ما سمية عم لك متمرد. طلع بحظر التجول. حظر تجول شباب. حمدي هات الدورية والحقوني ياه. أبو محمد سعيد! لكل وين؟ أبو محمد سعيد! لك يا عالم دنيا كانوا لي على قلبي! لك يا أبو محمد سعيد لك ما تطلع من البيت! شو صاير؟ شو الصوت هذا؟ هذا صوت مريم مرته لعبد الله الفوال. الله لا يوفقكم، الله ينتقم منكم. هذا كل شيء طلع معكم. يا حسرتي على ايامك يا صياح. انت بس اللي كنت بتعرف تربيهم. فرحينا معي. ايه ست سمية؟ نحن عملنا اللي علينا. وانا عند وعدي. ما قلتي لنا شو في؟ فكوا حظر التجوال. وإذا الليله الاكل والشرب والاراجيل كله ببلاش. الليله ليله الفرح اللي عم بستناها من سنين. افرحوا معي، افرحوا. اليوم بحق له عدنان ينام مرتاح. اليوم اخذت له بداره. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. الله ينتقم منه، الله ينتقم منه. لأنه حصل هالتجول ما انعمل إلا بشان مثل المسكين، طلعت براسه. مشان تترمى للمسكينة مرته. هو كمان الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مسواه الجنة، يعني ما عرف يستنى له كم ساعة ليرتفع حصر التجول. هلا كل الحكي هذا ما بنفهم. مشوا لأمي واجب، تفضل. شرف الله يرحمك يا عبد الله. الله يرحمك. شو هالحياة اللي عشتها؟ والله يا جماعة عشت مقطوعة بالشجرة وانتم بتعرفوا. شو هالحياة اللي بدي أعيشها ولي على عمتي؟ استاذي بالرحمن قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ألف مرة لا إله إلا الله. بس شو بدي أعمل بحالي؟ كيف بدي أعيش؟ انتم بتعرفوا الحال يا جماعة. يلا حاج حمدان، اليوم آخر يوم بعزا عبد الله، لازم ما نتأخر. يلا ساعدني لو ندق الدكان بسرعة يلا. هيدي كانت الحاج حمدان. عشت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين الحاج حمدان؟ نعم أنا حاج حمدان. خير؟ عمل لك رسالة بخصوص الشهيد صياح المسدي. شهيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر لك يا حاج حمدان. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. شكر الله وسعيكم. شكر الله سعيكم. عظم الله اجركم. الله يجزيك الخير. شكر الله سعيكم. الله معك. الله اجركم. شرف حاج حمدان. شو بك؟ خايف. من شو؟ من ام عمر. ليش؟ شلون بدي خبرها عن استشهاد ابوها؟ الحق معك، كانت متعلقة فيه كتير. الله يرحمك يا صياح. شلون بدي خبرها شلون؟ قضاء الله ولا رد لقضاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رح روح معك، منه بعزية لعمر ومنه بوقف جنبك. شرف. تفضل. الله يرحمك يا صياح. هو قال لك بده ياني ومنير عنده؟ ايه؟ غريبة، ماله بالعادة؟ ما بعرف، هي أنا قلت لك. طيب بس لحط عليه واطلع لعنده. صياح، عظم الله أجرك فيه يا عمر. عظم الله أجرك فيه. يا أختي عمر، الله سبحانه وتعالى لما قال بكتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كان عم يحكي عن أمثاله لصياح، وكان عم يحكي عن صياح. صياح اللي رح يضل عايش بقلوبنا. الله يرحمك يا أبو نوفل. عشت عيشة الرجال ومتت موتة الرجال. ايه، نياله على الموت. فجر مستعمرة لليهود، اسمع عينها شو فيت. هو عم ينسحب، لحقوش تبعكم معه. بس أخذ معه 30 صهيوني، أخذ تارو معه قبل ما يموت. الله يرحمك يا أبو نوفل. أنت مفكرة إذا حجزتي عندك سلاح ما راح سافر؟ أنا ماني مفكرة بشي. غلطانة كتير. أنا رايح، يعني رايح. إيه الله معك. طيب يا حسيبة، راح روح من دون سلاح، راح اشحد بارودي، راح اشحد رصاصة، راح ابكي مشان خنجر. هذا اللي برضيك؟ هذا اللي برضيك يا دكنجية؟ بيرضيني انك ما تروح. طيب يا حسيبة، البنت اللي وهبتها من عمري، وهبتها الجبل وريح الصبح الندية، أنا رايح، بس راح تبكي كتير. راح روح، راح تجيكي ليالي ما تنامي فيها، بس أبدا ما راح تقدري تقولي إنه في ابن مرة قدر يمنع صياح المسدي إنه يلحق رفقاته لما إجا النداء.
تركتك تروح من غير سلاح، تركتك تموت من غير ما أكون جنبك. أنا كيف عملت هيك؟ حسرة علي ولا علمتني يا سياح؟ يا ترى تذكرتني انت وعم تموت؟ تذكرك السلاح اللي تعلق على الحيطان من غير رصاص؟ يا حسرتي عليك وعلى موتك يا ابو نوفل. متت من غير ما يكون قدامك بنت تنصح لك جرحك، ومن غير ابن يبكي على موتك. حبيبي يا سياح. ماما اتفقنا انا ومنير نبدا العزاء من بكره. لا. ليش لا يا حسين؟ لأنه صياحنا بحاجة لعزانا. العزا الوحيد اللي كان بيحلم فيه هو إنه يشوف الثورة تضلها شاعلة لحتى تقلع الفرنساوي من بلادنا. بس مثل ما هيك شيء. صياحنا بحاجة لعزانا. ايه والله ما حلوه خولة تجي تلاقيكي تاركه البيت ومستأجره بيت لحالك. لك يا خالتي انت ما بدك يعني تكون مبسوطه؟ انا هيك بكون مرتاحه. ايه اذا هيك بيريحك الله يوفقك يا رب. اجت لعندي مريم اليوم. مريم مين؟ يو ارملته لعبد الله الفوال. ايه الله يرحمه. خير شو بدها؟ والله المسكينه متضايقه كثير. الله يعينها. وعم تقول بركي بتبيع الاكياس الفول والحمص اللي كانوا عند المرحوم جوزها. ايه معها حق. هي شو بدها تعمل فيهم؟ صبي ما عندها، ورجال يفتح الدكان ما في، والحب يسوس، خلص ننبع لها اياها. يكتر خيرك، ليك واذا بتستعجلها فيهم بيكون كثير منيح، حاكم المسكينه مبين عليها متضايقه. طيب اليوم بحكي مع اهل السوق وبنشوف شلون بدنا نبيع لها اياها. يكتر خيرك. طيب. هات اسكب لك هات. يا اخوان هلا رح نبدا المزاد، وهالمزاد هذا مو للبيع وبس، كمان في شيء لله. طبعا حق هالاكياس رح يروح لارمله المرحوم عبد الله الفوال. نعم. وما ترك لها غير اللي شايفته عيونكم. اول شيء رح نبلش المزاد ب7 اكياس حمص و6 اكياس فول، كل كيس فيه 100 كيلو. مين قال بسم الله؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا علي ب25. وانا علي ب26. انا علي كل كيس ب27. انا علي ب28 والاجر على الله. علي ب30. شو بده هاد؟ مبينه بده يرسى عليه المزاد، ياخذهم والرجال يحصل حقهم منه. اتركني انا رح اتصرف. يا جماعه الدفع على الحاضر، ما بيتحرك كيس من هون قبل ما يدفع حقه. مين قال بسم الله؟ بسم الله. علي ب31. علي ب35. يا اخوان نسيت لكم، اللي بده يفوت بالمزاد بده يدفع تامين للحج حمدان 100 ورقه، وهي انا عني 100 ورقه. وهي انا عني 100 ليره تامين. هي عني 100. وانا كمان عني 100. وهي عني 100 تامين. وهي عني 100.
وهي عني 100. هي عني 100 وهي عني 100. عني 100. وهي عني 100 امين. وهي عني 100 امين. وهي عني 100 امين. مين زاد يا اخوان؟ قولوا بسم الله، مين زاد على 35؟ انا علي ب 36. تفضل خريبيك. والله شايف لك صرنا على البازار والبازار خالص. ما في شيء اسمه بازار خالص. نحن بنفتح البازار وامتى ما بدنا ومن اول وجديد. تقدر تقول لي شلون؟ اذا كانوا السياسيين مفكرين انه اخذوا حصتهم من البيدر ونحن بالمنفى فبيكونوا غلطانين كثير. كيف غلطانين؟ ما شفت بعينك. عم قل لك بيكونوا غلطانين. كأنك ناوي على شيء؟ يعني على شو؟ يعني ما زبط معنا الحزب نعمل معارضة. معارضة بدون حزب؟ ايه. قل لي شلون؟ بنفتح جريدة. جريدة؟ ومنلملم هالشباب يلي ما طلع لهم حصة من البيدر. ايه. وبعدين بنكشف فضايح الحكومة. ايه بيسكروا الجريدة. أحسنين. هيك تكبر شعبيتنا. هن بيسكروا الجريدة ونحن بنفتحها، هن بيسكروها ونحن بنفتحها، لبين ما يحسوا على دمهم ويعطونا حصتنا من البيدر. تفضل حاج حمدان. الله يبارك لك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله معك. مرشتوي بيك ناولني. شو حصتي. تفضل. أوامر تانية. حصة حمدي، ولا حمدي ما بيطلع له حصة؟ بيطلع له حصة. شلون حمدي اللي بيطلع له حصة؟ ولو ما عم بيطلع له. ناولنا حاج ناولنا. وهي حصة حمدي. مبروك عليكم المزاد. الله لا يبارك فيك. بدنا نساوي المصاري نقصوا. يلا امري لله كملهم من عندي. شرف. يكتر خيرك يا اخي، رح وصلها لايد مرت المرحوم. واذا لزمها شيء تبعت لنا خبر. يكتر خيرك يا اخي. كتر خيرك يا ام لؤي، عم عذبك معي بفترة هالعدة. نحن جيران والجيران لبعضها. ليش بدك تلم علي اهل الحاره؟ انا جاي بغرض شريف، بدي استاجر الدكان. عم قل لك روح من هون احسن ما ولول. لا تولولي ولا شيء، ان شاء الله عمر الدكان. يخرب بيتك شو فاجر. صباح الخير ابو عدنان. صباح الخير حاج حمدان. اهلا يا صباح النور. نعم. صباح الخير حاج حمدان. صباح النور. حجي انا جايكم طلب وان شاء الله ما بتخجلني. نعم. عمي هي دكان المرحوم عبد الله. شو بها؟ يعني بركي بتحكي لي مع ارملته وتاجر لي اياها. لا انت بدك تستاجرها؟
ايه انا شو بني يعني ناقصني شيء؟ لا لا ما في شيء، بس يعني انت ابن حكومه والله عاطيك، راح تتنازل وتشتغل فوال؟ لا حجي لا، انا ما راح اشتغل فيها. لكن شو؟ يعني بجيب صنايعي وبيشتغل هو وبنتقاسم سوا. ايوه. طيب وشو المطلوب مني؟ يعني انتم معدلين الحاره واللي بتبونوا فيها بركي تحكي لي مع تاجرني اياها وبدفع انا الاجار مثلي مثل غيري. ايه مو تكرم عينك؟ خلص تكرم، غيره؟ خلينا اياك حجي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. الله يعطيكم العافية. صباح الخير حاج حمدان. اهلين وسهلين يا صباح النور. شو بده الافندي بعد الصباح؟ الاخ كمان بده يستاجر دكانة المرحوم. معناتها الشغلة مو نظيفة. اشتاوي بيروح لعندها بالليل وحمدي بيشرفنا عنا بالنهار. يا اخي الشغلة فيها إلا ومكركبة. لا مكركبة ولا شيء، كل المسألة انه القورتي ما لها مين يحميها، قالوا من الهفا. هيك فكرك؟ لكن شو بيستاجروها، بيدفعوا الاجره شهر شهري، بعدين مين بيقدر يدفعه اذا قالوا ما معنا؟ والمحاكم شو بتقدر تحكم على ابن حكومه تبع فرنسا؟ والعمل؟ يا منلاقي حدا يفتحها بمعرفتنا، يا اما منبيعها وبنخلص من هالهم. وانت جبتها يا حاج حمدان، انت جبتها. يلا اخي خلينا نروح لعندها ومنخيرها، وهي شو بتختار نحن بننفذ، بتضلها بنتنا وبنت حارتنا. وبنت حارتنا شرف. يرضى عليك يا ام لؤي، قولي لهم يبيعوا ولا الدكان. على عيني. بتقلكن بيعوه ولا الدكان؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله، قليلة راح نبيعها. ما عليه. يا جماعة أرملة المرحوم عبد الله بدها تبيع الدكان. الله يرحمه. اللي عنده رغبة يفوت بالمزاد يتفضل. راح نبدا المزاد ب20 عصملية. علي ب21 عصملية. وأنا علي ب22 عصملية. علي ب23. علي ب24. علي ب26. علي ب27. شو صاير هون؟ شو هاللمة هي؟ ما في شيء، مزاد على دكانة المرحوم عبد الله. ايه مو غلط، بس كان لازم تخبروني. حقك علينا. خبروني من امبارح، وهلا تيني رجال الحارة موجودين بخصوص المزاد. يعني أنا خيال بهي الحارة ما هيك؟ على سلامتها، بس أنا هون شيخ العلافي وأنا شاهد، وإذا بدك تشارك أهلا وسهلا، بس يكونوا بمعلومك بدفع شندي. قديش؟ 100 عصملية. ايوه 100 عصملية، يعني إذا بدي أدخل بالمزاد لازم أدفع. إيه مو مشكلة. وحضرتك قبل ما تلم هاللمة هي كلها أخذت موافقة أمنية شيء؟ ولا شو الموافقة الأمنية بلا زغران؟ بس تشرف لعندي على المخفر بقول لك شو يعني موافقة